السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت تدوسولي لايك وتشتركي في القناة لو ما كنتيش لسه اشتركت عشان يوصلك كل فيديو جديد. فيديو النهاردة متعلق بالماميز اللي اطفالهم لسه داخلين الدراسة ومحتارين ومش عارفين يعملوا ايه، وانا هرتب البيت ازاي، وانا هعمل ازاي، وشغل البيت مع الدراسة وصحيان بدري ومش عارفه ايه وكل الكلام ده. تمام، واحده واحده كده مع بعض يا ست الكل. اول هام خلينا مثلا نبدا واحد ايه، الف ب. تمام، طبعا انت بيتك نظيف ومترتب. تمام، خلينا نتكلم مثلا انت بيتك نظيف ومترتب. تمام، هتمسكي يعني بيتك نظيف ومترتب وخلاص اموره تمام كده. تمام تمام. انت بقى من الاشخاص، انا بكلم فئه في فئات بقى، بكلم بقى الفئه التانية. انت بيتك مش مكركب، الاطفال بيلعبوا بيرموا كل حاجه في البيت. مش عارفه ارتب نظام، مش عارفه ارتب حياتي، ومع دخول الدراسه الدنيا هتتكركب اكتر، ده اكيد طبعا هتتكركب اكتر، ومحتاره ومش عارفه اعمل ايه وتعبانه وزهقانه ولسه والده جديد وعندي بيبي واطفال في الدراسه وكل الكلام ده. بصي يا ست الكل، انتي هتحاولي ان انتي تنظفي بيتك تنظيف عميق قبل ما تدخلي الدراسه. ازاي؟ يعني مثلا الشهر الجاي كده اما جايه ماسكه البيت منظفه تنظيفه عميقه من الاخر. تمام، من الاخر تنظيفه بقى، غسيل سجاد وتحت ركنه وستاير وحيطان وجدران وحيطان وارضيه وترتيب دواليب وتنظيفه عميقه للمطبخ وكل الكلام ده، وتحمي الحمام، تحميه بمعنى اصح. تمام كده انت بيتك نظيف، انت كده بيتك نظيف. هو في فرق ما بين النظيف والمترتب والمكركب وكل؟ طبعا في فرق. انت في فرق ما بين ان يكون بيتك نظيف ومكركب، وفي فرق ما بين ان بيتك يكون مترتب ومش نظيف. بتختلف طبعا. انت ممكن تدخلي بيت تلاقيه مترتب وتمام امور، بس انت مش عارفه ايه اللي فيه. وممكن تدخلي بيت تلاقيه مكركب بس هو البيت نظيف. يعني البيت نظيف، مكركب يعني ايه؟ المخدات واقعه على الارض، لعب الاطفال مرميه بكل حته، ده طبيعي، ده شيء طبيعي للبيت فيه اطفال. تمام، ده شيء طبيعي البيت فيه اطفال. فرشه السرير مش معدوله وهكذا. لكن البيت اللي مش نظيف انت ممكن تلاقيه مترتب وكده، بس ممكن تلاقي تحت السجاده تراب، تحت الركن تراب. تمام. إيه المطبخ، الاجهزه اللي فيه ما اتشالتش من سنين وكل الكلام ده البيت اللي مش نظيف. الستائر عايزه تتغسل ومفيش فايده، السجاد نفس النظام وهكذا. تمام تمام. احنا نظفنا البيت نضيف البيت نضيف. دلوقتي احنا عملنا تنظيفه عميقه والبيت نضيف. تمام. مع الدراسه بدأت، انت بتصحي من النوم قبل اطفالك بساعه مثلا، خلينا نقول عشان خاطر برضو انت تصحيهم يا دوبك ايه تلبسي وتعملي. تصحي قبل اطفالك بساعه، هتدخلي الحمام عادي جدا طبيعي، تغسلي وشك هتغسلي وشك واسنانك وتمام ومية مية، الامور تمام اهي. تمام. تقومي جايه عايده على الحمام كده، القعده فرشه القعده، الحنفيه تغسليها، الحوض تغسليه بسلك جنب الحوض، انا عامله كده بسلك جنب الحوض. تمام. الحمام بمقشه مش بفرشه ايد، لا بمقشه، وشويه مسحوق او شويه معطر ودعكي واشطفي بس. دقيقه. خد منك حاجه؟ خدش مننا حاجه، دقيقه. تمام. كل يوم على ده النظام، كل يوم على ده النظام، كل يوم على ده النظام. تمام تمام. خلصنا، ندخل على المطبخ، مطبخنا نضيف، يعني احنا منايمين مطبخنا نضيف. غسله مواعينك ومظبطه امورك وكل الكلام ده، المطبخ ومسحه رخامتك وبوتاجازك وكل وده على فكره نصيحه لان ده بيفرق في نفسيتك الصبح. لازم تنيمي المطبخ نضيف. خلينا نقول ان انتي مثلا الميه كانت قطعه عندك، معرفتيش ان انت تشطبي المطبخ. تمام. تبدري شويه وتشطبي المطبخ، وبعد ما تشطبي المطبخ خالص عشان يبقى ليكي نفس تحضري الحاجه لاطفالك بنفس، شطبي المطبخ سريع سريع. وبعدين خلاص احنا مطبخنا نضيف، ده اللي مطبخها ايه كان عندها ظروف وما شطبتش المطبخ قبل ما تنام. هتشطبي المطبخ، بعدين تبداي تعملي اللانش بوكس لاطفالك، تبداي ان انت تطلعي هدومهم، طبعا شنطتهم انت مجهزاها من بالليل.
تطلعي هدومهم، تظبطي تمام، لانش بوكس جاهز، وازازه الماء والزمزميه بتاعتهم جاهزه، وكمان لبسهم جاهز. بس خلاص بقى اروح بقى انا اصحي اطفالي. تمام، اروح اصحيهم. صحيتهم، اخدهم اغسل لهم وشهم، اغسل لهم وشهم سنانهم ايا كان. تمام، وبعدين اجيبهم البسهم، امورهم تمام، لبستهم. عندي بنوته اسرح لها واعمل لها تسريحه حلوه، والولد كمان اسرح له شعره واظبطه. تمام، واقعدهم اعمل لهم فطار خفيف ايا كان الفطار بقى. سندوتش لو قد كده، لو سندوتش قد كده. تمام، بلاش اللبن لان اللبن على الريق غلط، وده كلام دكتور. ايا كان لبن بقري، لبن جاموسي، لبن معلب، غلط. تمام، فاحنا بس. تمام، مشينا اطفالنا وجوزنا مشى. بعد كده بقى 5 دقايق، 5 دقايق على كل اوضه، 5 دقايق في اوضه الاطفال. ارتب الاوضه، ارتب الاوضه، مش هنضف، ارتب الاوضه. ازاي؟ هرتب، اعدل الفرشه، فرشه السرير، عروسه واقعه اشيلها، هدوم العيال اشيلها احطها في سبت الغسيل، الهدوم اللي كانوا نايمين فيها. تمام، اشيلها احطها في سبت الغسيل. تمام كده، خلاص رتبت. 5 دقايق مش هياخد منك اي حاجه. افتح الشبابيك. تمام، افتح الشباك بقى، البلكونه بقى ومش عارفه ايه، واسيب الاوضه تتهوى. اوضه النوم نفس النظام، حتى لو انت هترجعي تنامي تاني، حتى لو انت هترجعي تنامي تاني. تمام، اعدل فرشتي، اعدل فرشتي، اظبطت حاجه وقع في الارض اشيلها، اشيل هدوم جوزي اللي خلعها احطها في الغسيل، مش عارفه ايه. تمام، الامور تمام. وافتح الشباك. تمام، الشباك كده يدخل نسمه هوا. تمام، الركنه، اعدل الركنه واظبطها وتمام، واقوم جايه برضو ايه، فاتحه الشباك بتاعها كده، ايه، 100 100. تمام، اقوم جايه ماسكه بقى مقشتي او المكنسه، خلينا نقول المكنسه او المقشه اليدويه، المقشه، المكنسه اليدويه. واقوم جايه كنسه الشقه كلها. اوض بيوم مش هياخد مني 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقايق كل ده. تمام، احنا بيتنا نضيف، بيتنا نضيف. تمام، خلصت كل ده. طب انا عايزه انام، اعملي ده ونام، اعملي ده ونام. تمام، حاجه بقى، دخلنا المطبخ، المطبخ احنا مشطبين ونضيف ومدفل وعشرة. اجهز بقى للغدا عشان ولادي هيجوا. اجهز بقى للغدا، اشوف انا هعمل غدا ايه. لو حاجه ينفع ان هي تتعمل، يعني مثلا لو فراخ، لو هتسلقي فراخ اعمليها، اسلقيها. هتعملي طبيخ اعمليه، جهزيه. تمام، سيبي مثلا الرز. لو سمك مثلا هتحمريه، اي سمك هتشويه، ايا كان حاجه من دي. تمام، لكن لو طبيخ او فراخ او اعمليها. تمام، بحيث ان لو ضغطك الوقت تبقي انت مجهزه الحاجه التقيله. تمام كده، تمام. هتعملي بقى حاجه تانية، مثلا شاورما، كريب، حاجات من دي، سمك مشوي، تشوي سمك مثلا، هتعملي سمك مقلي. تعالي بقى اقولك تعملي ايه. جهزي الحاجه. سمك نضفيه. طبعا لو انت هتعملي سمك تبقى مطلعاه اول ما تصحي من النوم. تمام، سمك، ما هتقلي سمك نضفيه، هتشوي سمك اغسليه، طلعيه واغسليه وظبطيه، واعملي له الدقه بتاعته. والسمك المقلي نفس النظام. الشاورما جهزيها، قطعي الفراخ واعملي وتبليها وحطيها وبصلها وطماطمها، وقطعي كل ده في الفريزر، بحيث ان انت تقومي في نص ساعه تعملي اكلك. ازاي؟ كله ورا بعضه، في الطاسه او في الحله او ايا كان انت هتعملي في ايه. تمام، المهم انت هتجهزي. انا جهزت الاكل، ايا كان الاكل هيكون ايه. الرز هاتيه وحطيه في الحله وسيبيه، تقومي تغسلي وتحطي على النار، تولعي على النار على طول. تمام، تمام، انا كده جهزت الغدا. خلاص انا اموري تمام، 100 فل وعشرة. رتبت بيتي وشقتي وكنسته وفتحتها تتهوى، وجهزت للغدا، وديت اطفالي طبعا المدرسه، وجهزت للغدا واموري تمام. نامي بقى، روحي ارتاحي لك ساعة او ساعتين عشان تقدري تكملي، لان انت لسه قدامك اليوم طويل. روحي نامي لك بقى ساعة او ساعتين. كل الكلام ده مثلا هتخلصيه الساعة 8 على ما تقومي. مثلا خلينا نقول هتقومي 6، تخلصي اللي وراكي وتمشي اطفالك وتعملي كل اللي في البيت ده، تخلصي الساعة 8 بالكتير، مش قبل، مش ممكن قبل كده، لكن مش اكتر من كده. تمام، تمام، الامور تمام. خلص الساعة 8، انا مثلا 8 و9 اصحى 10، اصحى 10.
طب 10 ليه؟ ده بدري قوي. ما انا هقولك اهو، اصحى مثلا 10، اصحى 11، ايا كان على حسب اطفالك هيجوا مثلا الساعه 2، الساعه 1، الساعه 12، على حسب هم هيجوا الساعه كام، الساعه 1 تقريبا او الساعه 2 حاجه كده. تمام. تمام. اقوم بقى انا خلاص ريحت لي ساعتين 3. تمام. اقوم بقى خلاص ابدا اجهز الاكل، ابدا اجهز بقيه الاكل. في بقى اي حاجه بقى عايزه ايه تتنضف، عايزه تفرزي حاجه، عندك مثلا طماطم هتفرزيها، عندك اي حاجه من الحاجات دي هتعمليها. انتي امورك تمام وحاجتك تمام وموراكيش اي حاجه خالص، قومي اقرأي شويه قرآن، اقعدي مع نفسك شويه. ما مش كل حاجه نوم، مش كل حاجه نوم. تمام. اقعدي مع نفسك شويه، اعملي لك فنجان قهوه وهكذا، وافطري، لان اكيد انت هتكوني لسه تنامي، فما اكيد كنت لسه صاحيه ما كنتش فطرتي. في ناس كده، انا عن نفسي كده بعرفش افطر اول ما اصحى من النوم، ممكن اقوم اخلص اللي ورايا وانام، ولما اصحى بفطر كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، مش عارفه ايه كل الكلام ده. واقعدي مع نفسك ساعه او نص ساعه قبل ما الولاد يجوا من المدرسه ويعملوا لك دوشه وكل الكلام ده. تمام. خلصنا يومنا بتاع الصبح والولاد جم واتغدوا. اعملي حاجه لولادك، اعملي حاجه حلوه لولادك، على يجوا يلاقوا حاجه حلوه. تمام. خلاص الامور تمام، وخلصنا وعملنا حاجتنا الحلوه تمام، وعملنا الغدا. ايه، اطفالنا جم وجوزنا جه. الاطفال تمسكي بقى تغسلي لهم وتعملي لهم. هعمل لك فيديو روتين الاطفال من أو ايام الدراسه. تمام. وابدا بقى احط الغدا. اتغدينا، خلصنا، عملنا الشاي، كلنا الحاجه الحلوه. تمام. ادخل المطبخ اشطبه، وانا كده كده بيتي متروق، واقعد بقى اقعد مع ولادي، انيم ولادي مثلا ساعة او 2. اقعد مع جوزي لو كان جه من شغله، لو هو موظف. جوزي لسه ما جاش، خلاص انا اكلت ولادي، عايزين يناموا يناموا، مش عايزين يناموا يلعبوا ساعة، اسمع، يلعبوا شوية. تمام. وهكذا روتين الاطفال انا هبقى اعمل لك عليه فيديو تاني. تمام. تمام. احافظ ازاي بقى على البيت من الولاد ونظافته. اولا اطفالك يلعبوا في اوضتهم، يلعبوا في اوضتهم، ما يلعبوش بره، ما يلعبوش في الركن، ما يلعبوش في الصاله، ما يدخلوش اوضه نومك، ما يعملوش حاجه في اوضه نومك، ده غلط. اوضه النوم دي خاصه بالاب والام، محدش يدخل في اوضتهم. ممنوع يطلعوا بره، ممنوع يطلعوا بره. تمام. العبوا في اوضتكم، المذاكره في اوضتكم، كل حاجه في الاوضه. تمام. لو اللعب اتبعترت انت اللي هتلمها، مش هتتلم، يبقى مفيش لعب. مفيش لعب النهارده، مفيش لعب غير لما هتلم اللعب بعدك. تمام. وخليهم في الاوضه، خلي محيطهم في الاوضه، ان انتي مثلا يلعبوا في الاوضه ويذاكروا في الاوضه. تمام. خلي مثلا المذاكره بره، ان هما مثلا يذاكروا في الصاله، بلاش في اوضه الضيوف اللي هي الركنه، يذاكروا في الصاله مثلا، يكتبوا واجبهم، مش عارفه ايه كل الكلام ده. تمام. هتلاقي بيتك بقى 100 فل وعشرة. جوزك جه من الشغل، هتاكليه. تمام. وهتغسلي المواعين وتشطبي المطبخ. تمام. ده حل، ده تمام. طب انا مش حابه مثلا ان انا اكل ولادي في وقت واكل جوزي في وقت، خلاص هتعملي حاجه خفيفه للولاد على حسب ميعاد مجيء جوزك من الشغل. هتعملي حاجه خفيفه للولاد بحيث لما يجوا ياكلوها. طبق سلطه فواكه، حاجه حلوه في التلاجة، مش عارفه ايه، تشيز كيك، حاجات من دي، مهلبيه، حاجات من دي، كيكه، قرص. ان انت تديهم لحد ما باباهم يجي من الشغل، وتقعدوا تاكلوا كلكم مع بعض، وتشطبوا المطبخ ايه مره واحده، وتقعدي بقى. تمام. ذاكرنا لاولادنا وخلصنا. وبالمناسبه المذاكره تبقى قبل المغرب تخلص، مذاكره وواجب كله قبل المغرب. تمام. بالليل بقى نقعد مع بعض شويه مع حاجه خفيفه بقى، مع حاجه خفيفه بقى ناكلها مثلا، نحل بيها وخلاص. بس بعد كده اطفالنا تدخل تنام الساعه 10، واحنا نشوف انت لو كنت هتسهري كمان ساعه ولا 2 انت وزوجك، وبعدين هتدخلي تنامي. بيتك هيفضل نظيف ومترتب ومتروق واموره كلها تمام، مش هتحسي بكركبه خالص، والله ما هتحسي بكركبه خالص. تمام. لو انتي مشيتي على الروتين ده وعلى النظام ده، هتلاقي نفسك مرتاحه وبيتك هادي ورايق، وهتحسي بالراحه التامه خالص.
تمام؟ ده كل يوم، ده كل يوم هتمشي على النظام ده كل يوم. استثناء بقى يوم انت نازله في السوق، استثناء يوم انت رايحه تجيبي فيه طلبات البيت، استثناء يوم انت هتفرزي فيه حاجه، مع ان انت عندك وقت لده. يعني انت عندك وقت لده. يعني انت مثلا بدل ما هتنامي كل يوم 3 ساعات بعد ما تمشي الاولاد، ممكن تنامي ساعتين. تمام؟ الولاد الوقت اللي هيجوا ويناموا فيه انت ممكن تفرزي، ممكن تعملي، ممكن تخلي مثلا لو ساعه بالليل هتعملي فيها، وهكذا. تمام؟ ده حاجة. انا بتكلم على الروتين اليومي، روتين يومي بسيط خالص. ماليش انا دعوه بالحاجات التانية دي، ماليش انا دعوه بالحاجات التانية دي. انا بتكلم على روتين يومي. انت مش كل يوم هتفرزي حاجات، مش كل يوم هتكنسي وتمسحي وتشيلي وتحطي وتخلي، مش كل يوم مش عارفه. تمام؟ وهكذا. نقطه كمان، لو انت من الاشخاص اللي كل يوم بتصبن، لو انت من الاشخاص اللي كل يوم بتصبن او بتغسلي الهدوم، لان ده هيبقى من روتين يومك، حطي هدومك في الغسالة بالليل. حطي هدومك في الغسالة بالليل. حطيتي هدومك في الغسالة، هتصحي الصبح تخلصي كل اللي وراكي قبل ما تدخلي تنامي، تنشري هدومك، ولما تقومي تلميها العصر. دي ملحوظة كمان. تمام؟ كده امورنا تمام، وكده بيتنا هيفضل نضيف ومترتب ايام الدراسة لو مشيتي على الروتين ده، ان انت في تلت ساعة هتمشي على شقتك كلها بعد ما تودي عيالك المدرسة. تمام؟ تمام. اشوفكم في فيديو جديد على الف خير، واستنوا الفيديو اللي جاي، هيكون حاجات انت مش بتاخدي بالك منها في تنظيفات البيت. تمام؟ تعالوا، واشوفكم في فيديو جديد على الف خير، ودوسوا لي لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه اشتركتوا. مع الف سلامه.